ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل بقى الفطير الميردد يا حبايبي، او باللبن الرايب زي ما بتحبوا. احنا بنسميه الفطير المردد يا حبايبي. ان شاء الله هيعجبكم خالص، وحاجه بسيطه خالص وجميل بالصلاه على النبي. معانا هنا يا حبايبي 3 كيلو ونص من الدقيق اهو يا حبايبي، حاطاه كده بالويم، يعني 3 كيلو كده ونص بالويم. ماشي يا حبايبي بالصلاه على النبي. صلوا على النبي بقى يا حبايبي. معانا هنا رشه ملح اهوت. إيه، لو اول مره بقى تشوفوا من نورة يا ريت كده تشجعوها بالاشتراك معايا في القناه يا حبايبي، ولايك حلو كده من ايديكم، ربنا يا رب يفرح لكم. معانا هنا برضو شويه كده من السكر بالصلاه على النبي. إيه، ومعانا هنا كيس من البودر. دي الحاجات اللي انا حطاها على 3 كيلو ونص يا حبايبي، او هو 3 او حاجه كده. معانا هنا بقى نص كيلو من السمنه على زبده كريستال. ماشي يا حبايبي. معانا هنا بقى بالصلاه على النبي انا شويه لبن بالصلاه على النبي. اللهم صل على حضره النبي محمد. دول 3 كيلو لبن يا حبايبي. انا حطيتهم يربوا كده على الرخامه، وربوا بقى عسل كده زيكم يا حبيبي. هننزل كده بالصلاه على النبي. هننزل كده بقى يا حبيبي بالصلاه على النبي. اللهم صل على حضره النبي محمد. ده بقى يا حبايبي نعجن كده وندوب السكر بالصلاه على النبي مع اللبن الرايب مع الدقيق كده، واحده واحده يا روحي. جمال خالص، ومش هتبطلي تعمليه لاولادك. انا شلت طبعا يا حبايبي الوش بتاع اللبن الرايب اللي هو القشطه ده، انا شلته وركنته هنا اهوت على جنب. ده الوش بتاع اللبن الرايب يا حبايبي بالصلاه على النبي. ده هنحتاجه بقى في الاخر، هقول لك تعملي ايه. هنركنه كده للاخر، هقول لك هتعملي ايه. هيخلي لك الفطير المردد بتاعك ريحته تجيب اول الشارع. هيبقى جمال خالص، ومش هتبطلي تعمليه. لايك حلو بقى من ايدك يا ست الكل لام نوره، وفرحي قلبها باشتراك معايا في القناه يا حبايبي. ان شاء الله القناه تعجبك، وخدي لك جوله فيها يا قلبي. بعد كده يا حبايبي العجينه جميله ازاي. هي ما بتبقاش، هي العجينه بتاع الفطير المردد دي يا حبايبي ما بتبقاش لابسه، بتبقى يعني ايه طريه شويه كده. اظبط كده بقى يا حبايبي. بعد بالصلاه على النبي ما بدا ان هو ايه ياخد اللبن القرايب بتاعنا اهوت، هنبدا بقى ننزل. دي يا حبايبي نص كيلو بالصلاه على النبي. سمنه على احنا لسه طبعا هي تاخد لتكتين لسه. سمنه على زبده يا حبايبي بالصلاه على النبي، على شويه زيت. ده نص كيلو. وهنبدا بقى يا حبيبتي نعمله نعجن كده مع بعضه. نخلي السمنه بقى هياخد بقى بالصلاه على النبي. صلى على النبي يا حبايبي لو لسه ما صلتوش على النبي. هيبدا بقى ياخد لت جامد خالص. ولو وصلت بقى مع منوره لحد هنا يا ريت ما يفرح قلبها كده باشتراك. ربنا يفرح قلبك يا رب، ويسعد ايامك، ويفرح قلبك بولادك يا رب، ويجعلهم من ناجحين يا رب. اللي هتحط لي لايك واشتراك في القناه. واهم حاجه يا حبايبي تصلوا على النبي. كل سنه وانتم طيبين ومتهنيين، وفي الفرح يا رب دائما يا رب. وحبايب قلبي حبايب قلبي الناس حبايبي اللي بيكتبوا لي التعليقات الحلوه، ما نحرمش منهم ابدا يا رب، ما نحرمش منهم ولا من تشجيعاتهم يا رب. كده بقى يا حبايبي بقت جميله خالص ازاي. العجينه كده طالما تاخد العجين معاك وايدك تبقى عسل كده وخلاص. ايه بقت جميله. والعجينه تبقى عسل كده زيك يا ست الكل. وبعد كده يا حبايبي احنا نقطع على طول، مش هنلاقيها نقطع وبعدين نسيبها ترفع شويه يا حبايبي. الزبده يا حبايبي السمنه والزبده اللي احنا حطيناهم، السمنه ما بتبقاش مقدوحه، السمنه بتبقى عادي خالص. إيه زي عادي خالص، وما هيش طالعه من التلاجه، يعني درجه حراره الغرفه تبقى ايه، تبقى حلوه كده، وما هيش ايه، وما هي الساقعه يا حبايبي. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا كده ونحط بس شويه دقيق كده عليهم، حاجه كده بسيطه اهو بالصلاه على النبي. ايه رايكم بقى في الجمال دي؟ حاجه جميله خالص. ويا ريت بقى تفرحوا قلب منوره باشتراك معايا في القناه يا حبايبي. ربنا يا رب يفرح قلوبكم، ويجعل السعد والخير معاكم دايما يا رب. اهو ايه رايكم التقطيع بقى يا حبيبتي زي ما انت عايزه، يعني زي ما انت حابه بقى. انا بديكي فكره، وتقطعي بقى كبير تقطعي صغير زي ما انت حابه. سهل خالص وبسيط وما شاء الله جميل خالص. حابه يعني تعيني في الفريزر تسيبيه لما يبرد تعينيه بيبقى جميل والف هنا. حاجه جميله خالص يا حبايبي. يا ريت بقى تدعموني كده باشتراك في القناه يا حبايبي، ولايك حلو كده من ايديكم عشان تفرحوني. حبايب قلبي اللي منورني المشتركين الجداد، واللي معايا من اول ما فتحت القناه ما نحرمش منهم يا رب، وربنا يفرح قلوبهم يا رب. لايكاتكم كده يا حبايبي عشان ايه ترفعوا لي الفيديو. انا بلاقي ما شاء الله المشاهدات كتير على الفيديو، لكن ما فيش لايكات يا حبايبي. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده كده لو عجبكم ما تحرمونيش بقى من اللايك بتاعكم الجميل. ماشي يا حبايبي يا ست الكل.
بعد ما رفع بقى يا حبايبي بقى بالجمال ده، شايفين رفع ازاي يا حبايبي؟ انا سبته نص ساعه كده يرفع يا حبايبي بالصلاه على النبي، وضغطت كده يا حبيبتي عشان يرفع معاكي. هنبدا بقى بالصلاه على النبي. انا بططت واحده اهي، بتبططيها وتسيبها وتسيبها ترفع كده دقيقتين على ما تبططي التانيه وبعدين ترفعي. ان شاء الله طريقه هتعجبكم خالص ومش هتبطلي تعمليها. والقشطه بتاعتنا بالصلاه على النبي انا حطيت عليها، اللهم صل على حضره النبي، حطيت عليها نص كوبايه من الزيت يا حبايبي بقى بالجمال ده، عشان هي ده اللي هنحطها على الوش بتاع الفطار المربى عشان يبقى عسل كده زيكم يا حبايبي. اهو يلا بقى يا ست الكل، هتجيبي 2 كيلو دقيق وهتجيبي كيلو لبن رايب هتحطيه على الرخامه، هيبقى جميل خالص وهيروب جميل خالص. هتشيلي الوش بتاعها وهتعملي الحلويات دي. هتعجني بقى باللبن الرايب العسل كده بالصلاه على النبي، والوش بتاعه هتعملي بيه يا ست الكل، هتحطيه على الرقاق المربى بتاعنا القمر ده من فوق اهو يا حبايبي بالصلاه على النبي. ايه رايكم في الجمال ده؟ والله العظيم ما بياخدش حاجه خالص، حاجه كده عسل بالصلاه على النبي. وهتبداي بقى تفرديها كده واحده واحده بالبساطيه بالنشابه، واهم حاجه تساوي الزوايد. السمنه بقى يا حبيبتي لو انت حابه تحطي مثلا بالصلاه على النبي سمنه زبده فلاحي براحتك، من بتاع الدكان زبده براحتك اللي يعجبك المتوفر عندك حطيه اهو بالصلاه على النبي. وهتساوي الزوايا كلها بتاعت الفطير المردد بتاعك القمر ده. بعد ما فردتها يا حبايبي وسويت الجوانب بتاعتها وبقت عسل كده، هركنها وهاخد اللي انا مبططاها قبلها يا حبايبي، اللي انا مبططاها قبلها بالصلاه على النبي. عشاقين بقى الخبيز الفرن الفلاحي واللي بيحبوا يخبزوا في الفرن الفلاحي، تسخنيه الاول، تولعي الفرن الاول وانت بتعجني يا ست الكل، عشان على ما تخلصي عجين وعجينتك ترفع وتبقى عسل كده زيك، يكون الفرن معاك انظبط وبقى جمال خالص. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ معلقه القشطه بشويه الزيت دول هيخلوا لك الفطير المردد يروح في حته تانيه خالص. ما تبقيش بقى تنسي كده منوره في دعوه كده حلوه من قلبك يا روحي. ايه رايكم؟ واشتركي معايا بقى في القناه عشان تنوري قناتي. ايه رايكم في الجمال ده؟ صلوا على النبي يا حبايبي لو لسه بقى ما صلتوش على النبي. ايه رايكم؟ وهنبدا بقى هنطلع بس يا حبايبي اللهم صل على النبي الدقيق اللي تحتها وبعدين هنحطها في الفرن. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ كلها حاجات سهله خالص وبسيطه. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الجمال ده بالصلاه على النبي؟ ايه رايكم في الحلويات ديت؟ القشطه بقى بتخليها في حته ثانيه خالص. بسم الله. ايه رايكم بقى يا جماعه في الجمال ده بالصلاه على النبي؟ والله جميله خالص، تتاكل حاف يا حبايبي، تتاكل حاف والله من غير غموض. ولو انت يا حبيبتي مش بتعملي في الفرن الفلاحي، تولعي برضك الفرن الغاز عادي خالص وتعملي فيه وبتبقى جميله خالص يا حبيبتي، والف هنا وصحه يا رب. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ والله العظيم حاجه جميله خالص بالصلاه على النبي. لازم يا حبايبي تعملي واحده وتسيبي واحده، يعني تعملي واحده الاول وتسيبيها ترفع على ما تبططي التانيه، وترجعي تقومي جايه ظابطه التانيه كده وظابطه الزوايا بتاعتها عشان ما تبقاش تبقى جميله كده وعسل كده زيك يا رب. صلى على النبي بقى يا حبايبي. لايك حلو، لايك بقى يا حبايبي للمنوره وشجعوها يا حبايبي اهو بالصلاه على النبي. والله جمال خالص، ربنا يصلح حالكم يا رب. اللهم صل على حضره النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لايك بقى يا حبايبي، فرح قلب المنوره، ربنا يفرح قلوبكم عشان تشوفوا الجمال ده جمال عسل ازاي بالصلاه على النبي. شايفين الوش يا حبايبي جميل خالص والف هنا وصحه. لو طريقه النهارده بقى عجبوكم يا حبايبي واسيبكم بقى يا حبايبي في رعايه الله.